الله يرحمه. اخر تواصل بينا كنا هنعمل برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ده قبل ما يتوفى ربنا باسبوعين، وكان مديني هديه سبحه. وشعوره كان ايه لما وصل للعالميه، وانت بما انك كان فتره اخيره كنت اصدقاء قريبين لبعض؟ احنا الاثنين كنا فخورين ببعض، انا اغنيه بتترجم وهو اغانيه بتترجم. محمد كان منافس حقيقي، منافس شاطر. انا اكتر واحد كنت بحب مزيكته في الجيل ده محمد رحيم وشريف تاج. هل ممكن يعني برضو عشان نعطي لكل ذي حق حقه. محمد رحيم قصه كبيره، قصه كفاح. ابتدينا مع بعض، كنا انا وهو رحنا لشركه اسمها سونار زمان. الشركه دي كنا انا وهو رايحين نختبر في يوم واحد، انا في كليه حقوق وهو في كليه تربيه موسيقيه، وهو بيقول لي انا اختبروني انت عايز ايه؟ عايز اغني، وانا عايز اغني. سنه بعديها رحنا عاملين اغنيه، وبعديها سنه تانية عملت اغنيه تانية. احنا قصه كفاح كبيره، انا ومحمد قصه كفاح كبيره، وقصه منافسه شريفه ومنافسه راقيه ومنافسه. كنت انا دايما اقعد انكشه عشان مستني التليفون اللي بعد ما انكشه فيه يروح مكلمني وشاتمني. الله يرحمه. كنا متوقعين نشوف كل النجوم اللي شاركوا مع رحيم في العاب زي الهضبه وشيرين وانغام وجنات. انا بحترم كل النجوم اللي شاركت النهارده، وفعلا اصله ناس اصيله، وهو كان بيعرف يختار النجوم اللي تغني له.